صدق الله العظيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدقت يا سيدي يا رسول الله. وقف الإمام علي أمام المقابر وقال: يا أهل المقابر، إن بيوتكم قد سكنها غيركم، وإن أموالكم قد اقتسمها أبناءكم، وإن نساءكم قد تزوجن غيركم. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم نظر لأصحابه من حوله وقال لهم: والله لو أراد الله لهم أن ينطقوا لقالوا أن لا إله إلا الله خير من الدنيا وما فيها. قم لبي ربك واستجب لنداه، فهو المهيمن واسمه الله. شمل العباد بلطفه وسخائه، عم الوجود بجوده وغناه. هذا نداء الله في ملكوته، الله أكبر، فاز من لباه. إني بعفوك طامع يا ربنا، فأجب لعبدك سؤله ورجاه. صلاة وسلاما على سر الأسرار ونور الأنوار سيدنا محمد الهادي البشير المختار. كان الرسول إذا أردتم أسوة يمشي على وجه الثرى قرآنا. يا أيها المختار جئت إلى الورى بالنور يسطع يرشد الحيران. ويقول الشاعر في الموت مناجيا ربه: يا من له في بطن الأرض حفرة، أتأنس بالدنيا وأنت غريب. وما الدنيا إلا كر يوم وليلة، وما الموت إلا نازل وقريب. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. فإذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت. تموت كل البرايا سبحان الحي الذي لا يموت. وطن اخوة الايمان والاسلام، نحييكم بتحية الاسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا السرادق المقام الذي اقامته العائلة الكريمة، عائلات عبد الجواد الاكرمين، في ليلة تكريم وتأبين الأم الراحلة، سائلين الله تبارك وتعالى بأن يتغمدها بواسع رحماته، وأن يلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم كن لها ولا تكن عليها. اللهم أوسع لها في قبرها مد بصرها. اللهم شفع فيها القرآن، وشفع فيها الصيام، وشفع فيها الصلاة، ببركة حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم ارحم أمة الله التي أتت إليك. اللهم ارحم أمة الله التي بين يديك. يا نور على نور، اجعل في قبرها نور من يومنا هذا إلى يوم النشور. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتعالت العبرات وتقطعت القوى والقدرات. ارحمنا يوم تنادي عبدي ورجعوا وتركوك، وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولن يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. يا حي لا يموت، يا صاحب العزة والجبروت، يا من يميت الخلائق ولا يموت، ارحم فقيدتنا، أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وعشيرة خيرا من عشيرتها. اللهم آمين يا رب العالمين. وطن اخوة الايمان والاسلام، نحييكم من جوهرة السرادقات العالمية
والمتنقلة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، والمصنفة رقم 1 على مستوى جمهورية مصر العربية في تنظيم الحفلات الدينية والمؤتمرات العالمية الكبرى والخيم العلمانية المكيفة، وتنظيم ليالي القرآن الكريم لصاحبها المغفور له بإذن الله تعالى الحاج عادل الصلحي، إدارة الأستاذ أحمد عادل الصلحي، والمقيم بالعجوزين مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. وطن اخوة الايمان والاسلام، دع الدنيا اذا القرآن نادى، لقارئ زاده الرحمن بصوته الجميل زادا، قارئ اذا قرأ القرآن في مكان غنى به الطير في السماء وشادا، بلسان عربي ذاكر وقلبا لله خاشعا وشاكر. استمعوا الآن إلى ذلكم العلم القرآني فخر قراء جمهورية مصر العربية، قطب من أقطاب التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والذي شرف مصر في المحافل الدولية والخارجية، قارئ العالم الأول فضيلة القارئ العلم الشيخ محمود الشحات أنور، قارئ القرآن الكريم والمقيم بمحافظة القاهرة. أدعو فضيلته الآن إلى الصعود إلى منصة التلاوة كي يمتعنا بداية الراعي الممتاز، وأتمنى من الله تعالى لكم سماعا طيبا مباركا فيه. أدعو الله تبارك وتعالى بأن يفتح عليه فتوح العارفين بالله، وأن يوضع الله له القبول في السماء وفي الأرض وبين عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل صاحب الفضيلة مأجورا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله.
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل الصلاة على سيدنا
ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي وورث سليمان إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى
القبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. اللهم صل عليه. صل على الرسول. صل. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا شرف لياليك في كل مكان عم الشيخ محمود. طبعا نفسي فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى
حافظ عليك ربنا يا عم الشيخ محمود. وأن أعمل صالحا